بص بقى الخبر ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الزياده السنويه لشهر مارس في الايجارات في تركيا هتكون حد اقصى بنسبه 33.39%. يعني ايه؟ يعني لو حضرتك مأجر من حد ايجار سنوي في شقه معينه وجا التجديد بتاعك السنوي في شهر مارس، هتحط في بالك ان انت حد اقصى هتزود الزياده دي. يعني انت لو بتدفع 20,000 ليره مثلا في الشهر، هتضطر من بدايه من شهر مارس ان انت تدفع حوالي 26,600 حاجه كده، قفلها 27. والمفروض ان كل الاطراف بيلتزموا بكده، يعني بيكون ده الحد الاقصى بتاع الايجار. يعني ممكن، بس اكيد لا، اكيد المالك مش هيقلل عن كده يعني، او ممكن في ملاك محترمين. المهم ربنا يكتب لكم الخير كده وتلاقوا الدنيا متظبطه في الفلوس والحاجات دي كلها هنا في تركيا. تتوقعوا الشهور اللي جايه تكون الزياده بتاعتها كام؟ يعني هل تتوقعوا مثلا في شهر 4 كده او شهر 5 يعملوا لنا مفاجاه؟ بيقول لك الحد الاقصى للزياده مثلا السنويه في شهر مايو مثلا 25% 20% بس والله ده احسن ان في شهر من الشهور كده كانوا مخليينها يعني صداقه ما بين المالك وما بين المستاجر، ان هم يحددوا النسبه مع بعض، فكده بقت الدنيا واضحه شويه يعني.